حديثنا اليوم هنتكلم فيه عن السعادة الحقيقية. وقبل ما اتكلم عن السعادة الحقيقية، سؤال ومن غير زعل او تقفل الفيديو اول ما تسمعه. السؤال هو: انت راضي عن نفسك؟ راضي عن عملك؟ راضي عن زوجتك واولادك؟ وبمعنى اوضح، انت سعيد في حياتك؟ حاسس انك ناجح في حياتك، في عملك، في علاقتك مع الناس، مع اصحابك، اصدقائك؟ سيبك من كل ده بامانه وعايز الاجابه بينك وبين نفسك. حاسس انك ناجح في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى؟ اتمنى انك تفكر كويس قبل ما تجاوب، لان الاجابه دي مهمه جدا. يا ريت وانت بتفكر ما تكدبش على نفسك. انت عارف ايه معنى قول الله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون؟ يعني من اول ما تقوم من النوم الصبح لحد لما تنام بالليل، كل الوقت ده يكون في عبادة. يعني الموضوع مش صلاة وقت بعد وقت وصوم مرة كل سنة. موضوع العبادة الحقيقية أشمل بكتير، زي مثلا إتقانك في عملك، خوفك من الله سبحانه وتعالى في كل وقت، يعني ابتسامتك في وش زوجتك وأولادك وأصحابك، يعني تسامح كل من أذاك، تسامح كل من أذاك بسوء، يعني تتصدق دايما للمحتاج كل فترة حتى ولو كان مبلغ بسيط على قد إمكانياتك المادية، يعني تقرأ قرآن باستمرار أو كل فترة زمنية قصيرة حسب وقتك، يعني كل كلمة بتقولها تفكر فيها قبل ما تقولها. من الآخر يعني تخاف من ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجة بتعملها، يعني تعمل أعمال صالحة وأعمال كلها خير الناس تستفيد منك، وأهم حاجة تكون الأعمال دي لله تعالى، عشان لك هدف محدد من كل ده. الهدف هو إن يكون ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك بأمانة. صدقني لو عملت كل ده هتحس إحساس جميل جدا، مش إحساس واحد، أحاسيس كتير. إحساس إن ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك، وإحساس إنك ناجح في حياتك من خلال محبة الناس ليك. صدقني رضا ربنا سبحانه وتعالى عنك هيكون سبب في حب الناس ليك وبركة في رزقك وأولادك. نصيحة مهمة: وانت بتشتغل خلي نيتك ان يكون ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك مش رئيسك. وانت بتشتغل ما تقولش على قد فلوسهم. صدقني رزق ربنا ليك مش ان يزود دخلك بس، رزق ربنا ليك ان يمنع عنك حاجات كتير تضرك، تضر أسرتك، أمراض مثلا، مشاكل عائلية، حاجات تانية كتير تخليك تعبان في حياتك. وأخيرا نصيحة من أخ ليك: كل يوم وانت طالع من بيتك قول توكلت على الله، توكلت عليك يا رب. السلام عليكم.